من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. مؤسسة الأدوية والأدوات الطبية يعمل على تلبية المتطلبات الطبية في البلاد. تنظيم منتدى حول المحافظة وترميم المباني الأثرية الواقعة في مدينة مصوع. عمليات جراحية ناجحة في مستشفى كرن. غواصات روسية وصينية تنفذ أول دورية مشتركة تحت الماء في المحيط الهادئ. إيران ترفض آلية الزناد وتحدد جنسية مفتشي محطة بوشهر. مصر 30 شخصا جرى فيضانات في كامو وكشمير. إلى التفاصيل. أفاد المدير التنفيذي المكلف لمؤسسة الأدوية والأدوية الطبية فارماكو السيد ماتيوس جبرز جابير أن المؤسسة تعمل على تلبية المتطلبات الطبية على مستوى البلاد. وأوضح أن المؤسسة توفر المتطلبات الطبية والأدوية لجميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة والصيدليات الخاصة وغيرها بمبالغ مقبولة، بالإضافة إلى توزيع 35 نوع من الأدوية التي يتم استخدامها في التي يتم إنتاجها في مؤسسات زل للأدوية على مستوى البلاد. وأكد أن عملية توفير الأدوية تسبقها إجراءات تقنية وطبية ومالية قبل عملية الاستيراد، ثم تجرى عليها فحوصات دقيقة للتأكد من جودتها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لسلامة الغذاء والدواء، حيث تم توفير أدوية وأدوات طبية بكلفة أكثر من 8 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري 2025، وإنتاج أدوية في مؤسسة أزل والأكسجين الطبي في أوروبا بكلفة أكثر من 42 مليون نقفة في الفترة المذكورة. وأضاف أنه تم توزيع أدوية وأدوات طبية بكلفة وصلت إلى 351 مليون نقفة إلى المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 85% من هذه الخدمات قدمت إلى المؤسسات الصحية التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة، وأن 15% المتبقية قدمت للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الأخرى. وذكر أنه في وقت سابق قامت مؤسسة فارماكو بإدخال أجهزة الأشعة المقطعية وتوفير أجهزة الأشعة المتحركة ولوازم التخدير وأجهزة التعقيم الطبي وأدوات المختبرات، بالإضافة إلى أجهزة إنتاج الكلور إلى مستشفى غروة المرجعي الوطني. كما تم تركيب أجهزة العلاج الطبيعي في أقاليم شمال وجنوب البحر الأحمر وعنسبة والجنوبي، وأنه يتم العمل لتركيب أجهزة مماثلة في إقليمي القاشبركة والأوسط. وأكد موظفو فارماكو بدورهم أن الأدوية والأدوات الطبية المستوردة تخضع إلى إجراءات مهنية صارمة لضمان سلامة جودتها حتى يتم توزيعها وإيصالها إلى الجهات المعنية بأمان. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة منتدى حول التخطيط والمحافظة وترميم المباني الأثرية الواقعة في مدينة مصوع الساحلية اليوم 28 من أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرة. وأوضح مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمر التقدير في كلمته الافتتاحية أن المنتدى سيمكن من التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بالمحافظة على المباني الأثرية الواقعة في مدينة مصوع الساحلية وترميمها، بذكر أهمية الأبحاث التي تقام في مجال الثقافة بشكل عام والآثار بشكل خاص في عملية المحافظة والتعرف عليها بشكل أفضل. وقدمت في المنتدى أبحاث وأوراق عمل تناولت خلفية المباني الأثرية وسبل التصميم الإلكتروني للمباني وتجربة أبحاث المباني الأثرية في مدينة أسمرة وتسجيلها في سجلات المباني الأثرية الدولية وتفاصيل عملية المحافظة وعملية الترميم ما بعد التسجيل والتوثيق الدولي وآداب المحافظة وترميم الآثار، بالإضافة إلى تعريف المباني الأثرية الواقعة في مدينة مصوع وغردات وكرن. كما قدم محاضر الهندسة المدنية والبيئية في جامعة والتر الكندية البروفيسور سلمون تسفى مريم محاضرة في 3 محاور مركزا على التقدم الإلكتروني لتصاميم المباني الأثرية. يذكر تقديم البروفيسور سلمون المحاضرات المماثلة في الفترة من 4 وحتى 3 من يناير من العام 2025 في المنتدى الوطني للأبحاث الإريترية.
واقترح المشاركون بعد المناقشات التي جرت العمل على المحافظة وترميم المباني الأثرية لتشمل الفوائد المستدامة، ووضع حدوث المخاطر الطبيعية في الاعتبار عند القيام بعملية الترميم، وتضافر الجهات المعنية في هذا العمل التاريخي والوطني بذكر أهمية المحافظة على الموروثات وتوريثها للأجيال كأحد عناصر الهوية الوطنية. قام فريق أطباء العيون السودانية البصر بإجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة بياض العين لأكثر من 400 مواطن بالتعاون مع كوادر من وزارة الصحة ومستشفى كرن، وخضع 427 مواطنا لعمليات جراحية من بين 2500 مريض من جميع أنحاء الإقليم الذين أجرت عليهم الفحوصات الطبية في البرنامج المنظم في الفترة من 21 إلى 26 من أغسطس، ووزعت عليهم الأدوية والنظارات الطبية. وقال مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمي بوزارة الصحة السيدة ألم زكرياس أن الحملة نفذت بالتعاون مع فريق البصر لتخفيف الضغط وتبادل الخبرات والتكنولوجيا. وقال الدكتور حسين عبد الله طبيب العيون في مستشفى كرن أن فوائد الخدمة المقدمة بالتعاون مع فريق البصر لها دور كبير في تخفيف ضغط الازدحام في المستشفى. من جانبهم شكر متلقو الخدمات العمليات الجراحية لإنقاذهم من معاناتهم. وأجرى الفريق الطبي السوداني لطب العيون عمليات جراحية مماثلة في مستشفى عدغيح الأسبوع الماضي. دعا الخبراء الزراعيين إلى تعزيز أنشطة تربية النحل وتطوير سبلها في مديرية منقي بما تمتلكه من بيئات ملائمة. وأشار الخبراء إلى تميز المديرية والغابات المجاورة بوجود الأشجار المزدهرة المتنوعة بالإضافة إلى المناخ الذي يعتبر أفضل لتربية النحل وإنتاج العسل، بذكر قدوم النحالون المتجولون إلى المناطق موسميا. وحث المزارعون أن ينشطوا في تربية النحل إلى جانب أعمالهم الزراعية الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها المديرية. وأوصى مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية سيد ملاك واللميكيل المزارعين والنحالين أن يطوروا ويرفعوا إنتاجيتهم باستعمال الخلايا الحديثة، لأنه هو بالرغم من المميزات الطبيعية إلا أن إنتاج العسل لم يتقدم بالقدر الذي يجب عليه أن يكون، مذكرا أن الأشجار والنباتات البرية التي تتواجد في الغابات المجاورة تثمر على مدار السنة. ودعا ممثل تربية النحل والدواجن الشاب إبراهيم كيروس بدوره إلى إدخال تقنيات الخلايا الحديثة لتربية النحل، مشيرا إلى نشاط 287 مزارعا في تربية النحل باستعمال الطرق التقليدية. وطالب المزارعون من جانبهم إلى تهيئة المنصة لتأسيس جمعية محلية لمربي النحل، مؤكدين مدى استيعابهم لفوائد وميزات الخلايا الحديثة في إنتاج النحل نتيجة الخبرات المكتسبة وقدوم النحالين المتجولين إلى مناطقهم الزراعية. تعطي دورات الدراسة الإضافية الصيفية التي بدأت بالتعاون مع مكتب التعليم والاتحاد الوطني للشباب والطلبة نتائج جيدة في تحسين أداء الطلاب المشاركين بمديرية عدقيح، حيث أشار مسؤول الاتحاد في المديرية سيد إبراهيم بورزيلي في ختام دورة التقييم التي أقيمت في عدقيح في الفترة من 2 يوليو إلى 24 من أغسطس، والتي ركزت على مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية. وذكر مسؤول التعليم الأستاذ بيانات تسفيه أهمية الاستثمار الآباء في أبنائهم، مشيرا إن أي طالب الذي تلقى تعليما جيد في المرحلة الابتدائية ونشأ بأخلاق جيدة يكون له مستقبل مشرق. وقال مدير مديرية عدقيح السيد هبتاي تسفازجي أن جهود تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دروس التقوية ومساعدتهم تحقق نتائج جيدة على أرض الواقع. ومنحت الشهادات والجوائز لتشجيع الطلاب والمعلمين. شارك في الدراسة الإضافية الصيفية 521 طالبا، من بينهم 176 طالبا من الصف الثاني إلى الصف الخامس في مديرية عدقيح. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلن أسطول المحيط الهادي الروسي أن غواصات تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني نفذت ولأول مرة دورية مشتركة تحت الماء في مياه المحيط الهادئ.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الصحفي للأسطول أن غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من الجانبين شاركت في الدورية التي استهدفت تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إضافة إلى مراقبة المنطقة البحرية وحماية مرافق النشاط الاقتصادي البحري للبلدين. وأشار البيان إلى أن الدوريات بدأت في أوائل أغسطس عقب انتهاء مناورات التفاعل البحري 2025 الروسية الصينية المشتركة في بحر اليابان. وانطلقت غواصة فولخوف التابعة لأسطول المحيط الهادي إلى جانب غواصة صينية في مسار دوريات متفق عليه في بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، قبل أن تعود كل غواصة إلى قاعدتها بعد تنفيذ المهام. أعلنت طهران عدم وجود ما يسمى آلية الزناد العودة تلقائية للعقوبات بالمقترح الروسي الصيني، مشترطة دخول مفتشين من الجنسية الروسية فقط إلى محطة بوشار النووية. وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بورغاردي عدم وجود أي شيء يسمى سناب باك آلية الزناد العودة التلقائية للعقوبات في المقترح الروسي الصيني. وكشف عن موافقة بلاده على وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة بوشاور النووية، شريطة أن يكونوا من حاملي الجنسية الروسية فقط. وفي وقت سابق قال 3 مسؤولين أوروبيين أنه من المرجح أن تبدأ الدول التروك أوروبية عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران سناب باك بسبب برنامجها النووي. لقى 30 شخصا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية. وفق خبر نشرته صحيفة هندوستان تايمز الهندية، تسببت الأمطار الغزيرة في جامو وكشمير بفيضانات وانهيارات أرضية. وأعلنت السلطات مصر 30 شخصا نتيجة الكوارث الناجمة عن الأمطار. ولحقت الأمطار أضرار بالغة بالبنى التحتية، مما تسبب في انهيار جسور وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل شبكات الاتصالات، كما ألقيت رحلات نقل بالسكك الحديدية وتم إغلاق بعض الطرق. يشار إلى أن الأمطار الموسمية التي تهطل سنويا في جنوب آسيا بين يونيو وسبتمبر تتسبب في كوارث طبيعية وخسائر بشرية ومادية واسعة النطاق. تلون شارع وسط بلدة بونال شرق إسبانيا بلون أحمر دامس مع انطلاق النسخة 80 من مهرجان توماتينيا، حيث أطلق آلاف المشاركون العنان لحماسهم في معركة طماطم ضخمة استمرت ساعة كاملة، قذفوا خلالها أكثر من 120 طنا من الطماطم الناضجة جدا في مشهد فوضوي. وشارك في الحدث ما يقدر بنحو 20,000 شخص من مختلف أنحاء العالم، احتشدوا في الشارع المركزي للبلدة وسط حماية واجهات المباني ببطانيات بلاستيكية لمنع تلفها. وأطلق على الحدث هذا العام شعار توماتينيا في إشارة لمساعدة بلدة بونال التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10,000 نسمة على التعافي من آثار الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الشرقية لإسبانيا العام الماضي. تذكير بالعناوين مرة أخرى. مؤسسة الأدوية الطبية تعمل على تلبية المتطلبات الطبية في البلاد. تنظيم منتدى حول المحافظة وترميم المباني الأثرية الواقعة في مدينة صواع. عمليات جراحية عيون ناجحة في مستشفى كرن. غواصات روسية وصينية تنفذ أول دورية مشتركة تحت الماء في المحيط الهادئ. إيران ترفض آلية الزناد وتحدد جنسية مفتشي محطة بوشاهر. مصر 30 شخصا جراء فيضانات في جامو وكشمير. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.